نشرب القهوة بتاعتنا عشان نصحصح كده ونفوق وناخد وجبة الفطار الجميلة في الفندق وبعد كده نتحرك. صباح الفل. الاجواء كده زي ما انتم شايفين النهارده اجواء شتويه ممطره، بس الاجواء في فيينا جميله جدا، تزورها ساعه التلج، الصيف، المطر، فهي مدينه جميله جدا. فيلا بينا نكتشفها مع بعض ونستمتع بالاجواء بتاعت النهارده. بما ان احنا معانا كارت مواصلات فنتحرك دلوقتي بالترام، وشبكة المواصلات هنا في فيينا جامدة جدا، ترام باص مترو مغطية المدينة كلها. الله على ألوان البيوت، في ايه أحلى من كده يفتح النفس على الصبح. ده واحد من الأحياء الجميلة اللي موجودة هنا في فيينا، زي ما انتم شايفين كده منظر البيوت، شركات، بنوك، منطقة حديثة. دي واحدة من المناطق الحديثة والجميلة الموجودة في فيينا، وأكتر حاجة بتعجبني في العاصمة هنا إن في ميكس غريب كده وجميل، بتلاقي وانت بتتمشى بيوت قديمة وبتلاقي مناطق جديدة برضو، الميكس ده في حد ذاته جميل جدا. ورايا هنا هتلاقوا بنك النمسا، وهنا شركات. أنا بحاول أختار الأماكن الجديدة اللي في النمسا اللي محدش صور فيها قبل كده عشان الفيديو بتاعنا يبقى مميز. كله بيصور في فيينا وسط البلد وكده، فاحنا خلاص يعني الناس زهقت من وسط البلد وكده، فنتفرج على الحاجات الجديدة اللي موجودة. أجواء شتوية صباحية جميلة، ما تنسوش اللايك والدعم. احنا حاليا واقفين في ساحة قصر بلفيدير. الممر اللي احنا ماشيين فيه ده هيدخلنا للقصر، طبيعة حوالينا في كل مكان، وباب القصر لوحة فنية جميلة، الناس دي عباقرة فعلا. زي ما احنا شايفين كده القصر جميل جدا من جوه، ودي الساحة اللي فيها القصر. الأجواء هنا عالمية، القصر تحفة. زي ما شايفين كده الأجواء من بره عاملة ازاي. طبعا لما تقول فيينا، فيينا مشهورة بالفن والقصور، وهنلاقي هنا قصر ورانا اتبنى 1737. احنا قدام تحفة معمارية زي ما انتم شايفين كده، مساحة كبيرة خضراء، والقصر ورانا قصر جميل. ده الفن النمساوي، ليهم كده لمسة جمالية بتعبر عن جمال النمسا اللي احنا شايفينها دي. فايدة بقى لما تصحى بدري وتفطر وتبتدي اليوم بتاعك من بدري، تلاقي حاجات كتير انت ممكن تعملها. الساعة دلوقتي 10:30، ولسه قدامنا اليوم طويل ونقدر نعمل حاجات كتير. فزي ما شايفين كده احنا قدام القصر، فيو جميل جدا. يلا بينا نروح نشوف باقي الأماكن اللي موجودة في فيينا عشان نحاول نغطي كل حاجة موجودة هنا في المدينة. ناخد كده واحد قهوة عشان نتدفى شوية، وبعد كده نقوم نلف البلد كلها مع بعض. الأجواء شتوية، بس فيينا شتاء، صيف، تلج، هي لايقة عليها كل حاجة. المدينة دي، المدينة هنا كلها ساحات فنية كده وجمال معماري. زي ما شايفين كده البيوت ورانا عاملة ازاي، تحس ان هي متاحف مش بيوت. ورانا كده هتلاقوا نافورة جميلة اسمها النافورة النفاسة، وفي تمثال وراها، ده النصب التذكاري لجنود الاتحاد السوفيتي. انا عرفت دلوقتي ليه مسميينها النافورة النفاسة بعد ما اتجرأت يعني. اللي ورايا كده زي ما انتم شايفين تحفة معمارية، كنيسة القديس تشارلز، اتبنت 1737. وانا ملاحظ هنا في فيينا معظم المباني اتبنت 1737 تقريبا، ده كان وقت النهضة عندهم. فزي ما احنا شايفين الجمال كده، تعالوا نصور التفاصيل ونتفرج على جمال الكنيسة. وهنا قدام الكنيسة في ساحة كبيرة ونافورة، بس حاليا مش شغالة. يعني أنا شايف اللي هي حلوة في الأجواء الشتوية. وكنت هنا من سنة بالظبط لما التلج كان بينزل، كانت الأجواء تحفة في فيينا، أجواء جميلة. كافي عايدة تقدر تقول عليه واحد من أهم المعالم السياحية الموجودة في العاصمة فيينا. عندهم ما يقارب 21 فرع بس داخل فيينا. لو انتم من الناس اللي بتحب الحلويات فالمكان ده هيكون متحف بالنسبة لكم.
لما تيجي فيينا ما ينفعش تعدي من هنا غير لما تجرب كافيه عايدة. زي ما احنا شايفين كده كل حاجة وردي، نشرب قهوة وناكل حلويات. لو ما جربتش الكافيه ده يبقى انت ما جيتش فيينا اساسا. في السيتي سنتر تطلب حاجة هتدخل تقف في طابور وتشوف الانواع اللي عندهم انواع كتير جدا، يعني كل حاجة انت متخيلها وكل الالوان وكل الاشكال اللي انت متخيلها. 2 اسبريسو حلويات زي دي، ودي كمان 15 يورو. الاسعار هنا كده، بس تجربة من الاخر. هو الكافيه غالي شوية بس يستاهل، حلويات عندهم تحفة. المطرة شدت شوية، نشوف اي مول كده ندخل نتدفى فيه شوية ونشوف اسعار الملابس عاملة ازاي. وده تومي 89 يورو، وده كالفين كلاين ب 100 يورو زي ما احنا شايفين هنا. وده من جيس 134 يورو، وده ليفايس 64 يورو. دي تومي ب 160 يورو، وده اديداس هنا ب 64 يورو 49 يورو، وده لاكوست ب 110 يورو. ودي بقى شرابات براندات للشتاء، التلاتة ب10 يورو. هنا التيشيرت النص كم 15 يورو 16 يورو كده، والجاكيت ده ب40 يورو. دي اجواء النمسا يا جماعه، مطره كده والناس كلها مستخبيه تحت الشماسي، بس الجو ده لايق على البلد يعني. طبعا المطره النهارده في فيينا ما بطلتش، والمطره شغاله بره. هريح كده ساعه عشان انا تعبت من المطره ومن السقعه، بعد كده ننزل بالليل نتمشى في البلد شويه. الاجواء الليليه هنا في فيينا جميله، اجواء ليليه جميله. تقلنا شويه، مفيش مطره الحمد لله دلوقتي. بما ان احنا في النمسا فهناكل شاورما تركي، في محلات كتير تركي هنا، مطاعم، فيلا بينا ناكل وبعد كده نتحرك على وسط البلد. ده مطعم تركي جنب الفندق عندي، عنده بيتزا، عنده شاورما، عنده اكل تركي حلو. جربته امبارح كان تمام جدا. يلا بينا. محتاج امشي حوالي 10 كيلو عشان اهضم الاكل اللي اكلته ده كله. طلبنا حاجتين بس هو ما بيعرفش انجليش، فنزل لنا 3 حاجات بس اتاكلوا كلهم يعني. عموما الحاجه دي كلها عامله 17 يورو. طبعا الاكل التركي هنا سعره كويس واكل ممتاز كمان. هم الاتراك في اي حته بيعرفوا يعملوا اكل يعني. زي ما شايفين كده البلد مبهجه جدا وكلها انوار، وانا في نهر تحتي هنا لو سامعين صوت الميه، وهنا فندق الهيلتون. الأرض طبعا نشفت في خلال ساعة. فيينا طبعا مدينة حلوة، بس اللي يجي هنا يعمل حسابه إن البلد غالية. حتى هتلاقوا براندات هنا موجودة مش موجودة في أي حتة تانية. ريحة الشوارع بعد الشتاء هنا بتفكرني بجد باسكندرية، يعني نفس الريحة. التحفة المعمارية اللي ورايا دي مبنى البرلمان النمساوي، مبنى جميل جدا زي ما احنا شايفين، الأنوار في كل حتة. مبنى مميز جدا هنا في العاصمة فيينا، أنوار في كل مكان، وعادي جدا إن احنا نصور قدام مبنى البرلمان والبوليس واقف ومحدش بيتكلم خالص. يعني ناس عايزاك تصور وتستمتع وتبين جمال البلد، مش أكتر من كده. المبنى الجميل اللي ورايا ده اسمه مبنى راتا هاوس او مبنى المدينة زي ما بيقولوا. زي ما احنا شايفين كده هنا بيبقى في ناس بتبيع اكل وناس بتقعد ومشاريب وقهوة واللي انت عايزه، بس النهاردة عشان في مطرة وكده فما فيش حد خالص والاماكن كلها قافلة. بس جينا عشان نصور المكان من هنا واوريكم جمال المبنى عامل ازاي. زي ما شايفين كده الجمال عامل ازاي. الاجواء النهاردة ما كانتش احسن حاجة، بس خرجت بالليل عشان اوريكم الاجواء الليلية في فيينا عاملة ازاي. ما تنسوش اللايك والشير. سلام.